السلام عليكم إخواني. اليوم وأنا بالتعليقات استحدثني تعليق هسه بهاي الفترة بكثرة من بعض المسلمين. مع الأسف إحنا كنا نعرف إنه هسه حرب بيننا وبين إيران بين إيران وبين إسرائيل والعراق همين بي. فاستحدثني هذا التعليق، مهما أقول يا رب انصر المسلمين انصر، كل دقيقة يجاوبوا لي إنه الإيرانيين مجوس. رجعنا على نفس الشيء. قلت له يابا أنت تعرف شنو معنى مجوس؟ لو لا إيه مجوس عباله مسبة، عباله كلمة مجوس مسبة، خصوصا الخليجيين والسوريين عباله المجوس يعني شلون نجس مسبة. المجوس هم هاي لازم أوضحها على مود الناس شوية تنتشر بيها الثقافة، لأن هناك ساديها عليهم هاي السالفة، عبالهم مسبة وها هي المجوس هم عبدة النار، ناس كانوا يعبدون النار قبل. طائفة من الناس مجموعة من الناس كانت تسكن بلاد فارس. بإمكانك أن تروح على الشات جي بي تي على الجوجل تتأكد من هذا الكلام. كانوا يعبدون النار هاي طائفة من الناس ببلاد اسمها بلاد فارس. بلاد فارس كانت حتى المحافظات الفارسية بإيران إن تقريبا 4 مدري 3 محافظات، هذين اللي بيهن تركز من اللي يسموهم فارسي. وإحنا نعرف غيرهم أكو أهواز وأكو تركمان وأكو أكراد وأكو كوما وأكو بولش ما أدري شو يسموهم. فهواية هم، بس كانوا اللي يسكنون بلاد فارس هذول كانوا قبل الإسلام كانوا يعبدون النار. من جاء عمر بن الخطاب سوى فتوحات إسلامية، جيش المسلمين تعاركوا وأخذناها المسلمين أخذها الإيران مثل أي دولة، شون بلاد الأندلس بلاد الهاي. تحولت إيران من هذول اللي كانوا يعبدون نار أو يعبدون أصنام، لأن هاي فقط طائفة صغيرونة كانوا هم مجوس يعبدون نار اللي هم فارس، بس هم كانوا مسيطرين على الحكم مع العلم طائفة صغيرة، وأكو يعبدون أصنام وأكو يعبدون مدري شنو. فصاروا يتحولوا من عبدة النار إلى إلى الإسلام، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فمعنى مجوس معناتها أنت شنو؟ أنت تعبد نار، بس أنت ورا جاء الإسلام تحولت مسلم. هل يجوز إنه أني أجي عليك وأقول لك عابد أصنام؟ لأن العرب كانوا قبل الإسلام يعبدون صنم، حالهم حال إيران اللي هم بلاد فارس اللي هم كانوا يعبدون النار والصنم. فهاي هم عبالهم مسبة مع المسلمين إخواننا، هم عبالهم هاي مسبة. هاي مو مسبة، هاي شغلة صايرة قبل الإسلام. مثلا لما تروح على خالد بن الوليد، سوى للمسلمين خالد بن الوليد مو معركة أحد ذبح المسلمين، راح تاب قبل توبة النبي. بعد أنت ما تقدر تقول عليه مجرم، هذا تاب، هاي الشغلة مالته اللي كان يحارب قبل ما يصير مسلم، بعدين تاب وهاي وصار مسلم. فأنت مالك ما تقدر هاي تحكيها على واحد. ليش؟ لأن إذا تحكيها على واحد معناتها أنت كفرت مسلم، وأنت إذا تحكي على دولة كاملة معناتها أنت كفرت تقريبا 100 مليون مسلم، عددهم 100 مليون هم الإيرانيين، 100 مليون مسلم. زين أنت من 100 مليون مسلم كفرته، هو من كفر مسلما فقد كفر، على قول الرسول هذا متفق عليه بين المسلمين. شلون تيجي تكفر أنت ناس؟ فإخواني هاي الكلمة كلمة عظيمة ترى، مو مسبة مثل ما الخليجيين يعرفوها. هاي مو مسبة، هاي أنت تكفر شخص معين.
أو تكفر فد طائفة معينة أو تكفر فد ناس معين. إحنا نعبد الأصنام كنا قبل كعرب، وهم يعبدون النار والأصنام كفورس أو كغير شي، كأتراك أو كفورس. حتى الأتراك ترى العثمانيين كانوا يعبدون همين أصنام. فإحنا يعني هاي قبل الإسلام. أنت مو تجي على واحد يعبد لك صخرة مدري شنو قبل الإسلام بعدين صار مسلم تقول له أنت عابد صخرة. ما يصير، يقول لك أنا مسلم تحولت وصرت مسلم. فلو هسه يعبدون النار كان قلنا بيها مجال، بس هسه ماكو أحد يعبد النار. وهاي روحوا ابحثوا عنها، ابحثوا عنها راح تشوفون الكلام مالتي صح. يخاف واحد يكذب ويسوي، روح قدامك الجوجل تشات جي بي تي، روح على الكتب أصل كلمة مجوس شنو معناتها شنو. فهاي أتمنى الناس يعرفوها. لا فخر، احنا كنا مسلمين وكنا نعبد الله سبحانه وتعالى. أما الناس اللي هي والله أنا يعني عتب على اللي ما يفتهمون، يعني عتب على واحد عباله مسبة، يعني عباله المجوس يعني نجس، يعني هذا نجس، يعني شلون وسخ ايش عباله. وطبعا عتبي أكثر على اللي يفتهم هذا الشي. يعني انت شلون انت تحير واحد بشي قبل الإسلام؟ زي انت مو تقول خالد بن الوليد الله هذا رضي الله عنه، خالد بن الوليد لعد قتل، مو عبد، مو بس عبد صنم، قتل من المسلمين، ذبحها ماكو خلا ثريد خلاها معركة أحد، وبعدين تاب وصار مسلم وصار رضي الله عنه، صار صحابي وصار. هسه أنا أجي أقول لك هذا عابد صنم وقتل المسلمين. هاي الشغلات ما يصير يا إخواني. ابتعدوا عنها، ابتعدوا عن هاي الأمور. هاي ترى اللي جاية لتفرقتكم، جاية لأذيتكم، جاية لتدميركم. لعد انت من راح تروح على اندونيسيا، ترى اندونيسيا اغلبيتهم، اندونيسيا وباكستان وما اعرف منو، ترى اغلبيتهم كانوا قبل يعبدون هذا نفس الاله مال الهند، اللي هو هذا لو الفيل لو بوذا لو ما اعرف شنو. بعدين تحولوا همين صاروا مسلمين. هم روح عيرهم شو السالفة وانت كنت تعبد صنم. فهاي ماكو فخر بيها يا اخواني، ماكو فخر بيها. كنا ترى كنا نعبد صنم واللات والعزة والهاي ما اعرف مدري شنو. هسه يلا تحولنا ترى، هاي قبل كم ألف سنة. فماكو فخر واحد هاي انت مجوسي انت تعبد صنم، انت يا انت كم كنت تعبد صنم، ترى اجدادك كانوا يعبدون صنم. فهاي اللي يعني لازم اشرحها صراحة. هاي منتشرة خصوصا بالخليج. يعني أنا دباوع لما أتكلم مع خليجي أو أتكلم مع سوري، يعني صراحة ما أعرف وين عايش. يعني هو كأنما عايش بقوطية، يعني ما يفتهم ولا يسمع ولا أي شي ولا أبد. وين أنت عايش؟ يعني ما تدخل تبحث بالجوجل، ما تقرأ كتب، ما تقرأ كتب دينية، ما بس تسلط أمور مخليلك إياها هذولا. لو هذا القريش مسلط له على أمور تافهة من السنة، لو ذاك السن مسلط له على أمور تافهة، واحد يسب الله يابا مو ترى الدنيا الدين مو هيج. هذولا كلهم ترى أخطاء، هذولا اللي يطلعون هذا القريشي هذولا ترى كلهم مدفوعين موجودين بأوروبا موجودين. والهذول اللي موجودين هنا مثل عثمان الخميس اللي جاهد على الباتريوت يروح للجنة، هذول ترى هذول يسموهم شيخ مال الحكام. انت دورك عقلك روح شوف. هاي مثلا يقولون مصطلح مجوسي، روح ابحث على هذا المصطلح. انت هاي صار بزمن زمن فتنة. شيخ شكبراته إلى تاريخ كبير ويسوي على أساس هذا يعني شلون ما نقول عليها، يعني يسألون ناس بالفقه ويسألوا بالتفسيرات ويسألوا والله المرابطين على الباتريوت اللي يحمون القواعد الأمريكية يروح للجنة. زين انت مو هذول نفسهم الطيارات دا تطلع منها دا تضرب فلسطين. هسه اوكي عوف الشيعة اللي بالإيران، مو نفسهم اللي يضربون فلسطين يا أخ. يعني عماك الراتب
على مود الراتب يا أخو على إيش تسوي؟ وعود شيخ كبير يعني. وأني كنت قبل أقول عليه يكفر، هو يكفر طائفة من المسلمين، كنت أحكي عليه أقول يابا هذا اللي يكفر عوفو كانوا يغلطون عليه. هسه بين، هسه باع السنة مال فلسطين كلهم، وهي نفس الطيارات دا تطلع من، ترى لا تضحكون علينا، ترى هن دي يطلعن الطيارات نفسهن، دي يطلعن من الإمارات، دي يطلعن دي يضربون فلسطين، ترى ما يقدرون إسرائيل يضربون. يعني هل تتوقع إنه غزة لما انضرب عليها 1000 ضربة أو 3000 ضربة باليوم 150 ضربة، الأسطول الإسرائيلي اللي هو 40 مقاتلة لو 50 مقاتلة، والتشغيل مالتها 25 مقاتلة يجوز باليوم، تسوي لك 300 ضربة 400 ضربة باليوم؟ هل من المعقول؟ ترى تزود بالوقود بقواعد العرب، هذين الطيارات اللوجستيات، الطيارات اللي بالعرب، ترى هي معروفة. العرب الإخوان خصوصا أنا أحكيها بالطائفية، يعني الإخوان السنة دي يبيدون إخوانهم السنة على شنو ما أعرف. الله يصلح بين المسلمين سنة وشيعة. فأني هاي الكلمة مال المجوس صراحة، هاي هذول المندسين يسووها. انت عبالك مسبة؟ هاي مو مسبة، هذا تكفير، هذا تكفير أي واحد يقاتل. هسه والله يا أخي انت اللي دا تسمع، والله لو مو إيران يقاتل إسرائيل، مو فلسطين يقاتل إسرائيل، مو باعتبار أخوك، سووا بيهم مو طلع حماس قالوا عليها إيرانية، حماس اللي هي من شباب الفلسطيني، اللي هي من شباب الفلسطين، من خيرة الشباب مال فلسطين، ذاكم كلهم تذبحوا وتكتلوا، ما حد دعمهم ولا أي شيء. يا أخي والله بس الشخص يقاتل إسرائيل يقومون يكفروه، يقومون يسووا له يطلع سني، لو يطلع شيعي، لو يطلع مسيحي، لو يطلع مدري شنو، والله يكفروه، يسووا لك يدسوا لك هاي الحكي، هذا مجوسي، هذا يعبد صنم، هذا كان مدري شي يسوي، هذا يابا ماكو هيك، ترى كلها مسلمين وكلها تقرأ قرآن وكلها هيك. هذا اللي تشوفه بالإعلام مال يقول لك يسبون عائشة، السيدة عائشة، ويسبون الصحابة ويسبون ما أعرف شنو. أكو عندنا صحابة بالشيعة مثلا معاوية، يزيد، شمر، ما أعرف منو، هذول ملعونين عندنا، لأن هذول شاركوا بقتل الإمام الحسين. وهذا عمر بن سعد وغيرهم، هذول ملعونين عندنا، بس غير صحابة لا، وهذول أصلا أنت مو يمك هاي السالفة. أنت عندك سيدة عائشة، عمر، أبو بكر، عثمان، الإمام علي، غيرهم. خاف يقول له واحد يفرق همين علي، خاف يقول لي ليش قلت إمام وذاكم لا، لأن ذاكم واحد، ذاكم الصحابة. فهاي الأمور يعني، ذاكم الصحابة. أما الإمام علي هو من أهل البيت، يعني من نسل الرسول، باعتبار نفس الخط مال عائلة الرسول، فلذلك احنا نقول عليه الإمام علي. أما الصحابة ذاكم رضي الله عنهم وإلهم مكانتهم، فلا واحد يفرق وما أدري شنو. فيا إخوان والله أني أنقل لكم رسالة، لو هسه الأردن مو الأردن تروح تقاتل إسرائيل، والله لا يقولوا لك عليها هذولا مو سنة، مو هم سنة أكثر شيء، يقول لك والله هذولا مدفوعين وهذولا مدري شلون وكفرة ولعنة الله عليهم. مصر تروح تقاتل إسرائيل نفس الحالة، أي واحد يروح يقاتل إسرائيل هيك يسووا له، تقول لك يا. والشيعة وقعوا بيها لأن هم العدو الأزلي لليهود، ما طول جايين من محاطين قدوتهم الإمام علي، فهم العدو الأزلي لليهود. هذا اللي أقول لكم إياه.